قبل ما تقول سيري او هي سيري، هما كانوا سامعينك فعلا؟ تعالى واسمع القصة. ادوات، بس في الحقيقة هما ميكروفونات دايما شغالة وانت مش واخد بالك. في موظفين في امازون وابل اعترفوا ان هم بيسمعوا تسجيلات فعلية من بيوت، بس الغريب مش في كده. الغريب ان حتى لما تقفلهم في حالات كتير بيتم التسجيل برضو، لان هم دايما شغالين بس في الخلف من النظام. طيب، ازاي اقفل حاجة زي كده، او ازاي احمي نفسي بحيث ان انا ما بقاش دايما على الهوا؟ هل انت تقدر تعمل كده وتقفل؟ تقدر. طب ازاي اقدر يا سايبر مان؟ بكل بساطة تقدر تقفلها من السيتنجز نفسها او الاعدادات. لو هنقول اليكسا، هتمسح الابليكيشن اصلا، امازون اليكسا ده هتمسحه خالص. عندك جيميناي مش بيتصنت عليك، ده كده بكل بساطة. طيب ابل بقى او سيري بمعنى اصح، تقدر تلعب على نقطتين. النقطة الاولى، لو انت مثلا بتتكلم عربي ما تخليهاش عربي، اتكلم معاها انجليزي. هي في الحالة دي مش هتسجل او مش هتبقى فاهمة اصلا انت بتقول ايه غير لما تنطق الانجليزي. طيب، لو انت بتتكلم عربي ومش عارف تتكلم انجليزي، مش عيب، كلنا ما بنعرفش نتكلم انجليزي دلوقتي. بكل بساطه هتخش في السيتنجز وتعمل دي اكتف لسيري. طيب، ولما تعمل لها دي اكتف هل هتفضل تتصنت؟ لا، انت كده حميت نفسك. لو عندكم اي تعليقات يا ريت تقولها لي في الكومنتات.